يا لهوي الواحد ماله عمل ليه كده. ودي شكل عروسة دي. والله لو اللي يشوفني يقول عليا متجوزة بقالي 60 سنة. بس المشكلة، بس المهم ان الموضوع بتاع الحانة دي يتحل. منك لله يا فايز. يولد بلدنا يوم الخميس، هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوة عامة. يا بنت يا صفية، راحت فين البت دي؟ خيوبة لكن دخلت أوضة النوم. صفية، يخرب بيت سنينك يا شيخة، انت جاتلك الغيبوبة تاني. يا بنت يا صفية، صفية. ايه يا علاء، عاوز مني ايه؟ انا عايزة انام. انا يا راجل انت مش قلت لك كذا مرة ما تصحنيش لما تلاقيني نايمة؟ انت عاوز بقى مني ايه؟ هكون عاوز منك ايه يعني؟ وبعدين يعني فاكره يا بنت لما انا وشوشتك الصبح عند امي، وقلت لي لما نطلع فوق يلا قومي بقى علشان نقول الكلام الزين دي اللي بيقولوه، اللي انا ما سمعتوش من ساعه ما اتجوزت بقالي اكتر من شهر اهو. ده أني لو قمت هسمعك أحلى كلام. سيبني يا علاء واطفي النور واخرج برا يا علاء. حرام عليك. أنا من صباحية ربنا ما نمتش. حرام عليك بقى، سيبني واخرج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شيخه اتخمدي اتخمدي ونامي، نامت عليك حيطي. ايه دي؟ ده ايه اللي انا فيه دي؟ بقول لك ايه يا بنت انت، بعد كده لما اتجوز ما تلوميش غير حالك. انا مش حاسس ان انا اتجوزت خالص. اتخمدي كانت خمده. بس ما تقولش بنتي يا علاء، ماشي؟ وعاوز تروح تتجوز روح اتجوز. ده ايه الجواز دي؟ ده الجواز طلع عفش، كل شويه تيجي تصحيني من النوم كل. ايه دي؟ انا كنت بنام في بيت ابويا اكتر من كده. اخرج بره اتجوز، ولا شوف انت عاوز تعمل ايه اعمله. بجد يعني اول مره اشوف واحده بتقول لجوزها روح اتجوز. هو انت مش ست زي بقيه الستات ولا ايه؟ بصي يا علاء، اطفي النور وشوف انت هتعمل ايه بره. عايز تتجوز روح اتجوز، بس سيبنا نام، انا مش قادره. ماشي يا ستي، بعد كده ما تلموش غير حالك. انا هتجوز عليك يا صفيه. اتخمدي يا صفيه ونامي. ده ايه دي؟ كل شويه يقول لي انا هتجوز هتجوز، ما تروح تتجوز، انا عاوزه انام. ايه دي؟ كل ما يجي عاوز يقعد. انت نفسي افهم اني يعني لما اقعد جارك بره يعني هتعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ يوه، ما كل واحد حر. ايه دي؟ انا عايزه انام. انا سامحك يا علاء، فيقتني وطيقت النوم من عيني. طب حسك عينك يا علاء تيجي تصحيني تاني وانا نايم. إيه؟ نامي واتخمدي، والله لو متجوز واحد صاحبي كان زمانه سلاني وقعد جارة اكتر منك. اتخمدي يا شيخه. هنام طبعا يا علاء، هو في احلى من النوم؟ انا ورايا شغل طول النهار، انت راجل فاضي عاوز تسهر اسهر يا اخويا لحالك، انت صغير. ايه دي؟ ايه يا بنت التوهي، سلمت على اخوكم وعلى فاطمه؟ عاملين ايش فوق؟ ايه كويسين يما، بخير الحمد لله. بقول لك ايه يم، مرات ولدك دي ما عندهاش ريحه الذوق. ايه قبلتنا ببوس قد كده يم. وعماله تقول بقى اصلي مش فايقالك مش رايقالك. مش عارفه مالها، شكلهم كده حداهم في البيت فيه مصيبه. وهي يا بنت شكلها كده لسه زعلانه منك ولا حاجه من الموضوع؟ اياه اقعد اقعد. حتى لو زعلانه يم، الناس يعني المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. لكن هي بقى شكلها كده مكشرت في وشنا عشان مش عايزانا نطلع حداها فوق تاني. يا بنت حرام عليكي يا بنت، ممكن فعلا حداها مشكلة في ضربوه. انت يعني لو فيه مشكلة لا قدر الله هني هتبقي قاعدة بتضحكي ومفرفشة؟ ما كل واحد فيه اللي مكفيه برضه. ما ينفعش نحكم على الناس كدي ولا المشكلة ايه؟ اسكتي اسكتي، اذا كان اساسا بيتهم هو منبع المشاكل، هو دي اللي بيخرج منه المخزن بتاع المشاكل، يبقى فيه مشاكل ازاي بقى؟ وما دي بتنكد على الناس كلها ومحدش يقدر ينكد عليه. يبقى فين المشكلة بقى؟ هو زي ما انا قلتلك دي هي مش عايزانا نطلع فوق تاني عند اخوني. يا بنت اسكتي حرام عليك. وبعدين يعني هنعيدوه تاني يا ولا؟ يما سكت انتي، اصل انتي غلبانه. هو انتي حما يا اختي زي بقيه الحموات؟ تعالي شوفي عمتي اللي هي عمتي عامله فيا ايه. بس انا يعني مش بلوم على عمتي، كل دي من جرة بنتك اللي واقفه ورايا دي. طلعت عيني يما، طلعت عيني. اني يا اختي انا ما عملتش حاجه. بنتك يما هي اللي تستاهل، هي اللي لسانها متبري منها قدك دي، وبترد على عمتي الكلمه بكلمتها. تستاهلي. لا يا اختي سكتي انتي علشان انا اتخدعت فيكي والله. اسكتي يا دعاء، مالكيش صالح بي. ده انتي حتى ما هنش عليك ان انتي تيجي تساعديني في اي حاجه.
يا بت حرام عليكي يا بت، اتقي الله. مين اللي غاسل معاكي السجادتين؟ ومين اللي دعيت لك المواعين؟ مش عاوزه اتكلم. ها، انا سايباكي كتير تدلعي بس براحتك. ما هي يا بنت اختك هي تساعدتك يا بنت، ده انتي عامله زي القيطه بتاكلي وتنكري. منك انتي يا ولاء، مسحوبه من لسانك فيها. ويا بنت عمتك بقى معاها حاجه في العملات وفيكي. يما سجادتين ايه اللي بتقولك عليها؟ والله عملت السجادتين، اي نعم ماشي. بس يعني انا عملت سجاد. وكمان يا اختي كمان ايه، كملي كملي. ما تنسيش يا اختي انني دعكت المواعين بتاعه العاش، علشان يعني يما المواعين بتاعه العاش. لا والله الطبقين دول ماشي يا ولا ماشي، تجلى عليا زي ما انت عايزه يا ولا. وبعدين يما انت لازم تعرفي كمان ان نفيسه من بعد ما حبلت يعني، وانا اللي بقيت اعمل كل الشغل الحالي. ايوه وانا ببقى قاعده بتفرج عليه، ما بعملش اي حاجه. والله يما بنتك دي بتتجلى عامله زي القطه بتاكل وبتنكر. تعرف يما كل الشغل اللي عمتي بعد ما هي اتسحبت من لسانها يعني، ها، والشغل اللي عمتي كلفتها بيه انا يعتبر انا اللي عملته. وبعد كده تقول لك اصل انت ما ساعدتنيش في اي حاجه. ماشي ماشي يا اختي. هو انت هتقولي لي على ولاء؟ بقول لكم ايه يا عيال، محدش بيشوف اخت صفيه كده ولا بتتصلوا بيها؟ والله حاجه اكون زعلانه منكم. كيف يعني يم؟ لا انا بتصل بيها الصراحه، بس هي مره واحده في اليوم، وبقالها كده بتاع اسبوع يعني. كل ما اكلمها تقول لي اقفل اقفل، مش عارفه معايا مكالمه، مش عارفه مقطعه الاتصال بينها وبين الاستاذ علاء. صفية ربنا يديلها السعادة والهانة. ده صفية دي فيه منها، ده حتة سكرة دي، دي بتتحط على الجرح يطيب. ده صفية دي. ايه كفاية يما كفاية. هي صفية احمد شوقي، ايه اللي انت بتعمليه دي يما؟ ما احنا واقفين جارك اهو بقالنا 3 ساعات ما قلتيش اي حاجة علينا يعني. وبعدين انا سامعك دي خربطة حداكي جوه ولا كنفارة ولا حاجة. انا خايفة الصراحة. روحي شوفي الأوضة بتاعتك دي فيها ايه. فرقت ايه يا بنت؟ سكتي، دي الست حسنات. قلتي لي الست حسنات. حسنات مين؟ ست حسنات مين يا اما اللي بتعمل ايه في الاوضه بتاعتك جو؟ ايه يا نجيب، بقالك 3 ساعات قلت لي هشوف مين وما دخلتيش. بقى انت سايباني علشان تجاري مع البنات دي؟ وبعدين البت دي ايه اللي جابها حداكي؟ ايه ده بيت ابوي، انت ايه اللي جابك حدانا؟ الست حسنات ياما كانت بتعمل ايه جوه ما تقولي ياما هو سر. يا بنت اهدي شوية، يا بنت اهدي شوية على أمك. فيه ايه يام؟ ست حسنات قاعدة حدانا يعني. هو أني ما قلتلكمش؟ تصدقي ياما والله ما قلتلنا ولا نعرف ايه اللي حاصل. وبعدين ست حسنات بتعمل ايه في اوضتك انت وابوي؟ ما تكونش يعني اتجوزت ابوي؟ انت اتجوزت ابوي يا ست حسنات؟ اتجوز ابوكي ايه؟ ابوكي عيفش اصلا. لا انا قاعده هنيه مع عمكم بقالي اكتر من اسبوع. انت يا بنت التويه محدش بيسال على امه ليه دي؟ ليه يعني لما الولاد بيتجوزوا بيهملوا بيت اهاليهم؟ حتى بنتي بقالها اكتر من شهر ما جاتش ولا حتى جت تشوفني. ولدي كان عاوز ياخدني معاها على مصر، بس انا جيت واستخبيت هنا هدمك. اتاريكي يا اختي لقيت اللي يسليكي ياما، وبس يعني ما لقيتيش غير ست حسنات هي اللي تسليكي. ده تاكل دماغك. بس يا بنتي عارفه انت انا ما باكلش دماغ، امك بتعمل لي مفتقه باكلها، وبتعمل لي كمان حاجات حلوه كتير ربنا يخليها لي. يلا يا بنتي التوهيد، انت مش شايفانا انا وامك ست كبيره مش قادرين نروج الحته دي؟ شيلوا يلا الحته دي وكنسوها ونفضوها يلا. وفي كمان شويه مواعين جو، خشوا ادعكوه واقفين ليه دي. وهي ست حسنات دمي ما كانتش بتقول لنا نعمل الحاجات دي. بقول لك ايه، انت طلعت لنا منين؟ ايه ياما اللي ست حسنات دي بتقول احنا اللي هنشيله وهننفضه؟ يعني انا اعمل هنا واعمل كمان هناك هدا عمتي. وما تعمليش ليه يا اختي؟ صغيره ولا صغيره؟ نكسه ايد ولا نكسه ريش؟ امال انا وامك يعني الناس الكبار دول هم اللي هيشيلوا وهينفضوا هيعملوا؟ اعملي يا بيت اعملي. اياكي اطلع من جوا ما لاقيش خلصت الحاجات دي هجري وراكي بالخرزان. يلا خلصي وتعالي يا بنتي يا معسل انتي، تعالي اقعدي معانا جو انا وامك. تعالي انا عاوزه اقول لكم حاجه حلوه، تعالوا. ماشي يا خالتي حسنات. يلا يا بنت خلصي بقى الحاجه دي تعالي وهنا على جو. ده لو الست حسنات خليتك تفوتي اصلا في الاوضه.
شكله الكلام كده يما جاي على هواكي. ايه اللي الست دي بتقول؟ لا انا ما هعملش حاجه، انا هفضل قاعده هنيه بقى. ولا اقول لكم انا هاخد حالي على بعض كده وهمشي. يوه، هو اني اهرب من الشغل هناك الاقيه هنيه؟ ونفسي افهم يعني، هي اختي دعاء دي مكتوب عليها العسل واني البصل يعني ولا ايه؟ ايه الناس دي؟ اني ماشيه مروحه بجوزي. يا بنت الست حسنات بتمزح معاكي، الحته نظيفه ما فيهاش حاجه. هتشيلي ايه وهتعملي ايه؟ تعالي اقعدي هنا. انت اللي مزلعاها البت دي، خليها تعمل. ما تعملش ليه يعني؟ صغيره ولا صغيره؟ تعالي معايا جوا يا نجي، يلا خلصي. يا بنت ما تخافيش، انا هعمل معاكي. اعمل ايه واشيل ايه؟ هاني ضهري اتقطم من حدا عمتك هناك. لا انا مش شايله حاجه ومش عامله حاجه. يا بنت امال مين يعني اللي هيعمل لامك؟ ما انت عارفه ان صفيه مش. والله الست حسنات ديت كلامها صح في صح. احنا لازم نيجي نقضي اي حاجه لامك، ما ينفعش. وبعدين امك كتر خيرها يعني ان هي يعني بتعمل الاكل لحالها هي وابوكي. يلا يلا، ايدي في ايدك ونخلص الحته دي، وكمان نخش نسيق الاوضه بتاعت ابوكي، ونخش كمان على المنظره ونخلص الحاجه كلها. يلا والله كتر خيرك يا ست حسنات. بقول لك ايه، هاني سايبالك البيت ليكي والست حسنات ولامي والفاطمه مرات اخوك اللي فوق دي. ارحموني بقى لوجه الله. لا انا مش قاعده، انا هباجي اعمل معاكي في يوم تاني مش النهارده خالص. انا جسمي مكسر حرام عليكم. يا ندله، من يومك وانتي ندله دي. ماشي روحي. هاتيلي العصايه من جوا يا نجي، خليني اطلع اضرب البت دي. احنا ما عندناش بنات تقعد قدام الباب، تخش تذاكر ولا تشوف هي هتعمل ايه. يوه يما، الحاجة الست حسنات والله هتطلع تجري ورا ولاء في الشارع. خليها يا بنتي تجدبها، ما انا مش عامله معاها حاجه، هعمل فيها ايه؟ ما انا قلت لها تقعد هنيه وما تعملش حاجه، هي اللي طلعت على الشارع بقى. يلا بقى نصيبها. يلا بقى يا اختي نصيبك على رأي امك. نصيبك وخدتيه. ده ايه الست دي؟ يوه، انت جيتلنا منين يا ست انتي؟ انا جايالك ماشي، خليكي حداكي هني، خشي ذاكري. الحقيني يما، الحقيني، شوف الست اللي بتجري ورايا دي. والله العظيم يما انا ما عايزه ازعلها. خلاص بقى يا ست حسنات استهدي بالله. لا هي لازم تروح تذاكر، الفصلة دي يا ام ملحق، خشي ذاكري يا ام ملحق. ماشي يما، والله مش جايلك تاني طول ما الست دي قاعده حداكي عليكي ربنا يا بعيده. تعالي هني، هتروحي مني وين؟ حاجي بنتك يما. يوه يا ست حسنات اسمعيني بس يا بنتي تستاهل، اديها يا ست حسنات. اللي كايداني على طول دي ومطلع حسي. استني يا بنت انا هكلمه، اصبر علي. ايوه يا اللي اسمك فايز انت. ايوه انا صفي. بقول لك ايه، الكلام يا اخويا اللي انت قلته انت وامك دي امبارح ما يخلش عليا وما يخش ذمتي في ربع جنيه. هو كان اتفاق اولاد صغيرين، يعني ايه ما يخشش ذمتك بربع جنيه؟ المهم ان انا اتفقت مع حماتي، انت مالك؟ هو ايه اللي انت مالك دي؟ هو احنا سكتنا له دخل بحماره؟ بقول لك ايه، انت دلوقتي تجي يا حبيبي عند المركز علشان اني رايحه اقدم الحاجات اللي معايا دي للمركز، وهم بقى هيجروك ويعرفوا يتكلموا معاك. ماشي؟ عشان اللي انت عملته انت وامك امبارح دي والهبلول اللي انتوا عملتوه دي ما يخش ذمتي زي ما قلتلك. ماشي؟ اتجن على المركز دلوقتي ولا خليك وهم هيجوا يجروك من قلب بيتك. يا صفية اللي انت بتعمليه دي هتخليه مش يجي ولا يكتب علي. ها قلت ايه؟ خلص، هتيجي دلوقتي ولا اطلع على المركز؟ جاي هو اني اخلص منك؟ حاضر، انت فاهم. نفس المكان اللي اتقابلنا فيه المرة اللي فاتت. اقفل التليفون الاقيك قصادي هنيه. ماشي؟ لا الا والله اكون طالعة على المركز دلوقتي وهم يتصرفوا معاك. ماشي؟ خلاص اقفلي. أنا خايفة بعد ما هددتيك دي ما يجيش يا صفية وأمي هتعمل إيه؟ أنا بصي لو الموضوع دي مش حصل أنا ممكن أعمل حاجة في روحي. لا يا صفية اللي أنت عملتيه دي غلط يا صفية. اسكتي يا بنت، هيجي ما يقدرش. لو بلغنا عنه المركز هيخليه يجي. أنا هقولك إيه بس، هيجي وهيرضى باللي احنا هنقوله، لقلك دي اللي هنبلغ عنه المركز، وهو دي الصح اللي لازم يحصل. بس احنا خايفين بس من الفضايح يا بت المركز بقى والحكومة تبقى قاعدة ساعة كتب الكتاب والناس كلها تعرف بالفضيحة. عشانك دي أنا أخرت يعني ماسكة نقطة المركز دي مخلياها دي على جنب الآخر لحظة. انت فاهمة؟
علشان البلد يعني ما فيش حاجة بتستخبى فيه، والناس كلها عارفة ايه اللي بيحصل في البيوت اللي جنبيه، وسيرتنا هتبقى على كل لسان. بس أنا بهدد وبس، انتي فاهمة؟ فهمت يا اختي. يعني انتي مش عاوزة تبلغ المركز علشان الكلام وكده وكل حاجة هتنعرف. كتر خيرك يا صفية حبيبة قلبي. والله يا اختي انا ما عارفة انا من غيرك كنت عملت ايش. ايوه يا بنت، امال ايه؟ ماني لو بلغت المركز من الاول مفيش حاجة بتستخبى في البلد دي، وخصوصا ان احنا في بلد صغيرة وكل واحد عارف بيت التاني فيه ايه، واللي بيكرهه مش قد اللي بيحبه، وفضحتنا هتبقى على كل لسان، ودي حاجة ما بتستخباش. فاحنا يعني بنهدده كده لحد ما ربنا يصلح الحال ويتكتب الكتاب، وبعد كده هنخليه يطلقك بقى ويروح لحاله هو وامه القرشانة دي. اللي ما يتسماش جه اهو. دلوقتي بقيت اللي ما يتسمعش. ماشي يا ريحان، لنا بيت بعد كده نتلموا فيه. وانت خلصي، عاوزة ايه؟ بقى اسمع يا اللي اسمك فايز انت، اللي انا عاوزاه قلتهولك في التليفون، ومش هنقعد نلف وندور على بعضنا بالبتاع البيجامه بتاعت امك اللي انت لابسها دي. والله يا اخويا انا اشك ان انت راجل اصلا، بس يعني مش موضوعنا. ماشي، انا مش عارفه اصلا البت الحانه دي اتصت في نظرها وحبت واحد زيك كيف، بس برضه مش موضوعنا. موضوعنا حكايه الاوضه النوم اللي انت مش هتغيروها دي، وامك عايزه كل حاجه كامله دي. مش هيحصل ده في أحلامكم. يعني ايه يعني؟ اللي ام اتفقت عليه يحصل. هيحصل ما قلناش حاجة، بس لما انت كمان تجهز حتة كويسة كده في بيت أمك وتوضبها عشان العروسة اللي داخلة، ما هي برضو مش هتشيل الغلط كله لحالها. ماشي، يعني احنا عايزين أوضتين، أوضة تحط فيها أوضة نوم جديدة، وأوضة تانية تحط فيها أنتريه، وتفتح الأوضتين على بعضهم. أفتكر يعني البيوت هنا في البلد واسعة، ما فيهاش حاجة يعني لما تجهز أوضتين. ماشي، وقولك دي لا إلا والله هكون طالعة بالحاجة اللي معايا كديها على المركز، وهم يجروك بقى وشوف ايه اللي هيحصل. يعني مش عارف الصراحة، انت طلعتلي منين؟ انا قلت لك قبل سابق ان انا عملك الاسود وعملك السابق. لا تشوف بقى يا ابن الحلال، ودي هشك فيها يعني. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل اللي احنا قلنا عليه ولا نطلع على المركز ونقصر المسافات؟ ما تخليش يا فايز، شوف هتعمل ايه. ماني برضك يعني اخواتي دلوقتي لو عليا انا مش عايزه حاجه من وشك، بس اخواتي وابويا يقول انني داخله على اوضه نوم قديمه ليه يعني؟ اكيد كله هيحس وهتفضح فضيحه بفضيحه بقى. نطلع على المركز، مرات اخويا حداها حق. ردك وصل يا فايز. ماشي، يلا يا بنت نطلعوا على المركز وهو يتصرف معاه بقى. هو مش هيمسك فينا ولا ايه؟ اسكتي اسكتي واعملي حالك ان انت ماشيه معاي. هو دي الصنف اللي زي دي المركز يتصرف معاه. وقف انت وهي، اصبروا. ايه دي؟ انتوا عاملين زي القطر ليه كده؟ الكلام اخد وعطا. اصبر يا بنتي يا ريحان اما نشوف عاوز ايه. يلا اشجيني. أنا موافق، بس تعالوا اتكلم مع عمي يعني، نحاول نقنعوها. والله المشكلة بتاعت الست الوالدة دي مشكلتك انت وامك، حلوها مع بعضيكم، احنا ايش دخلنا؟ الموضوع اللي انا قلت عليه يتنفذ، لإلا انت عارف انا هعمل ايه. الكلام خلص يا ابن الحلال لحد كده. يلا يا بنتي يا ريحان. ده انت فعلا عمل الاسود اللي انا عملته. هي امها هتوافق وامها هتبهدلني. انا هعمل ايه بقى في المصيبة دي؟ امها لازم بقى بدل ما يبلغوا عني المركز وهروح في الرجلين. مش مشكلة، اخد الأوضة اللي فضيت بتاعت اخويا ناصر وكده يبقى المشكلة اتحلت. بنت يا سارة، انت يا بنت يا سارة اللي تخفي اسمك انت. حماتي، يا دي الخطوة العزيزة يا حماتي، في حاجة ولا ايه؟ جايالي من صباحية ربنا يعني. بجد خطوة عزيزة، بجد فرحانة. بقول لك ايه يا بنت، ايه اللي انت عايزة تنيليه مع بنت ريحانة دي؟ انت صوحة عاوزة تروحي تقولي على الموضوع اللي حصل للناس؟ ابقى اعمليها يا سارة وشوف انا هعمل فيكي ايه. انا مش هقول حاجه وانا ما اعرفش حاجه اصلا. مين اللي قال لك ان انا عرفت حاجه زي كده؟ مش هنلف وندور على بعضنا يا باي، احنا عارفين ان انت عرفتي. وانت عارفه ان انا عرفت منين؟ بقى انت يا بيت عايزه تجرسيني؟ انت يا بيت بعد ما لمناكي من الشوارع عايزه تجرسينا بعد ما اكلتي معانا عيش وملح؟ ما تتكلمي على قدك يا حماتي. لمتنا من الشارع ازاي يعني؟ كنت بنام على رصيف ماليش دار ابوي يعني؟ مش هنلف وندور يا سارة، انت فاهمة اني بتكلم على ايه؟ لو عرفت ان في حد خد خبر بره بالموضوع دي هيبقى منك انت وامك، وساعتها انت ما تعرفيش انا هعمل فيها ايه. تعملي في مين؟
وبعدين قلت لك انا كمان لاني ولا امي ولا حد هيتكلم في اي حاجه. انا اصلا ما اعرفش اصلا انت بتتكلمي على ايه. اعملي نفسك عبيطه يا بنت، اعمالي ده ما حدش فاهمك جد يا ساره. زي ما قلت لك كده، لو عرفت ان حد خد خبر يبقى منك انت وامك، وساعتها انا مش هخلي ولد يطلقك، لا ده انا هخليه كده يسيبك زي البيت الوقف، لا طايله سما ولا طايله ارض. فهمتي؟ انت هتشيلينا مصيبه انا وامي. قلتلك مش هنعمل حاجه ولا هنقول حاجه. وبعدين كمان انا حابه اقول لك انا عرفت منين. انا مش حابه اعرف انت عرفتي منين، عرفتي مطرح ما عرفتي، المهم ان بوجك دي ما يتفتحش. يعني انت مش عايزه تعرفي مين اللي قال الموضوع دي وهو اللي عاوز لكم الفضيحه؟ حط لسانك جوه بوجك يا ساره، ومش عاوزه ومش فايقالك يا ساره ومش فايقالك. عامة اللي قالت لي صفية، هي اللي جت هنا وقالت لي على حبل البيت ريحان حبيبة قلبك اللي انت وهي عاملين وسكم علي. صفية اللي قالت لك؟ لا انت كداب. وانا هكدب عليك ليه؟ هي اللي قالت لي. هو حد كان يعرف يعني بحبل ريحان غيرك انت؟ وهي اللي جت لي هنا وقالت لي ان البت ريحانة يعني حبلة، وهي اللي عايزة تفضحكم ومش عايزاكم تتستروا. لا محصولش، والبت صفية ما تعملش كده. اصل البت دي بنت حلال ومتربية وتعرف ربنا، ما تعملش ابدا حاجة زي كده. انت كدابة وانا مش مصدقاكي. والله انا قلت لك يا حماتي، بس انتي مش قادرة تصدقي. ما هي الضربة ما تجيش غير من اقرب الناس ليكي. افهمي، صفية دي سهنة وبنتك دي بتقعدك دي تتكهن علشان تحبيها. وانا اللي معاكي هنيه، انا كان قصدي ان انا اكلم امي عشان تشوف حال، مش علشان افضح بنتك ولا حاجة. الفضيحة جاية من صفية، هي اللي زمانها دلوقتي قالت لأمها ولإخواتها وقالت لعيلتها كلها. ايه واخدة في وشك وماشية ليه كده؟ مش مصدقة ان حبيبة قلبك تعمل كده؟ مستحيل، مستحيل صفية تعمل كده. مش مصدق ان حبيبة قلبها تعمل كده، وهي فعلا ما عملتش كده. وبس بيتي بقى ان هي ما قالتليش حاجة. عايزين يطلعوني انا اللي شغانية في البيت دي. لا ده انتوا مش تعرفوني. بس بيتي بقى يا ست صفية ان انت ما عملتيش كده. وريني اسك اخواتك هتعملي ايه.